طب يلا بينا نكمل بقية متطلبات العامة للسلامة فين؟ في السقالات. المتطلبات العامة للسلامة في السقالات: الحواجز والوقاية. الهندريلات القياسية تصنع من الايه؟ من الخشب أو المواسير أو الزوايا الحديدية. تتكون من حاجز علوي وارتفاع لا يقل عن 42 بوصة، حاجز متوسط أفقي، تمام، يقع في منتصف المسافة ما بين الحاجز العلوي وأرضية المنصة. تركب الحواجز الوقائية على أعمدة رأسية أو قوائم، وتتباعد هذه القوائم عن بعضها مسافة متساوية. طول المسافة الواحدة 8 قدم. يبقى 8 قدم دي بتاعت ايه؟ تركيب الحواجز العلوية الوقائية على أعمدة رأسية، عمود رأسي أو قوائم. تتباعد هذه القوائم عن بعضها مسافة متساوية. طول المسافة الواحدة 8 قدم. يجب أن تكون هذه الحواجز، تمام، بمتانة كافية. الحواجز دي بمتانة كافية حيث يمكن أن تتحمل حمل واقع على هذه النقطة فيها في أي اتجاه مقدار لا يقل عن 200 رطل. تزود منصات السقالة بالتوربورد حاجز أو عارضة القدم بعوارض أو حواجز القدم تثبت على حواف أرضية في المنصة لمنع سقوط العدد والمواد منها، ويكون أقل ارتفاع لهذه الحواجز 4 بوصة، والبوصة ب2.5 على طول. تعال نتكلم عن المتطلبات العامة للسلامة في السقالات. وسائل الاقتراب والوصول إلى السقالة: السلالم النقلية لا يسمح باستخدامها إلا إذا زاد ارتفاع المنصة عن 12 قدم. 12 في 30 360. كما يجب في حالة استخدام السلالم النقلية أن يتم ترك مسافة بين السلم فوق المنصة لا تقل عن 3 قدم. طبعا 33 90. خلينا في السلالم الثابتة. يفضل استخدامها في السقالات التي يزيد ارتفاعها عن 12 قدم، اللي هي 3 متر. كما يجب الأخذ في الاعتبار أن يتم عمل بساطة كل 30 قدم. تعتمد قوة ومتانة أي سقالة على القاعدة، ويرجع معظم حوادث انهيار السقالات إلى ضعف القاعدة، لذا يجب الاهتمام بقوة ومتانة القاعدة. يجب تثبيت اللوح المعدني أسفل أرجل السقالة لمتانة تثبيتها. قوائم التقوية: كلما زاد أعداد قوائم التقوية اللي هي النهايز أو المقصات، كلما زاد متانة السقالة. تساعد في منع مليان السقالة أو حدوث انهيار. أهو، تساعد قوائم التقوية في منع مليان السقالة أو حدوث انهيار. بالنسبة للسقالات الإطارية يتم تركيب قوائم التقوية عند كل مربط. الإطارية دي اللي هي الشباكية هنا، يعني عند كل شباك لازم ما بينهم مقص أو نهيز. بالنسبة للسقالات الإطارية أو الشباكية بيتم تركيب قوائم التقوية عند كل مربط. بالنسبة للسقالة الأنبوبية والسقالة الحديثة عند مسافة 6 قدم و6 بوصة، يعني 2 متر. أولا دي باكية أو حطة. بص، حديثة، تمام. تابع الرسمة اللي في الصفحة الجاية أهو. دي سقالة لها كذا قايم، كذا شباك جنب بعض. متاح لي أقصى حاجة إن أنا أسيب 3 باكيات أو حطات، 3 باكيات من غير نهايز، يا إما بالمنظر ده يا إما بالمنظر ده.